موقف النادي الأهلي من عودة اللاعب أحمد القندوسي. بعد تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب أحمد القندوسي من نادي وفاق سطيف الجزائري، لعب مع النادي الأهلي 21 ماتش ما بين أساسي واحتياطي، وقدر إنه يسجل 3 أهداف ويصنع هدفين. وطلب مستر كولر من إدارة النادي الأهلي إنه يطلع إعارة لأي نادي، لأنه مش هيكون في احتياج ليه بسبب إن طريقة لعبه مش بتتناسب مع طريقة لعب كولر، وكمان تقصيره في تقديم الواجبات الدفاعية مع الفريق. ولما النادي الأهلي تعاقد مع الفرنسي أنطوني موديست، كان موجود الخماسي الأجنبي للنادي الأهلي، وهم علي معلول وبيرسي تاو وديانج ورضا سليم، وكان معاهم أحمد القندوسي. وكان لازم حد يطلع إعارة أو بيع نهائي، واللي طبعا اللي هيحدد الكلام ده هو المدير الفني للنادي الأهلي. وبدون تردد مستر كولر اختار إن أحمد القندوسي هو اللي يخرج إعارة، وخرج فعلا لنادي سيراميكا كليوباترا، وقدم مستويات هايلة جدا وظهر بشكل مميز على أمل العودة مرة تانية للنادي الأهلي. لكن للأسف كان في لقاء في قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد. في البداية اتكلم عن مفاوضات النادي الأهلي ونادي الزمالك وتفضيله لعرض النادي الأهلي على الرغم من إنه كان أقل من عرض نادي الزمالك، وقال إنه بيحب جماهير نادي الزمالك، لكن صعب إنه يلبس تيشيرت نادي الزمالك بسبب ارتباطه بالنادي الأهلي. لحد هنا التصريحات كانت معقولة ومتوازنة ومفيش مشاكل خالص. لكن اللي قاله بعد كده واللي خلق أزمة كبيرة بين النادي الأهلي وبين اللاعب، لما قال إن صفقة زين الدين بالعيد وقفت بسبب إن في أطراف بتفرض وكلاء معينين، وإن الصفقة اتوقفت مش عشان الفلوس، لأ ده علشان الوكلاء. وقال إن نفس الأمر حصل معاه واتطلب منه علشان النادي الأهلي يدخل في مفاوضات مع ناديه لازم يكون معاه وكيل معين. وقال طبعا الكلام ده غير مقبول عندنا في الجزائر. طبعا بعد التصريحات دي واتهام المسؤولين عن التعاقدات في النادي الأهلي بالسمسرة، حصلت أزمة بين النادي الأهلي وبين اللاعب أحمد القندوسي. وتاني يوم أعلن فيه النادي بيان إحالة للاعب للتحقيق في الشؤون القانونية بقرار من المدير الرياضي الكابتن محمد رمضان. وكلم الكابتن محمد رمضان المسؤولين في نادي سيراميكا كليوباترا علشان استدعاء اللاعب للتحقيق بعد اللي قاله في فشل انتقال مواطنه زين الدين بالعيد بسبب إن النادي الأهلي بيفرض وكيل بعينه مش وكيل اللاعب الجزائري. ورد الكابتن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا على إن النادي مش بيمانع إن يتحول اللاعب للشؤون القانونية في النادي الأهلي للتحقيق. بعد كده طلع الأستاذ جعفر النسياني وكيل أحمد القندوسي السابق، وقال إن كل الكلام اللي قاله أحمد القندوسي مش صح، وإن النادي الأهلي ما فرضش وكيل في صفقة أحمد القندوسي، وكل اللي قاله أحمد القندوسي بسبب حقده وكرهه للنادي الأهلي عشان ما حصلش على فرصة المشاركة مع الفريق. وقال إنه كان وكيل أحمد القندوسي لحد قبل ما يتنقل لنادي سيراميكا كليوباترا، وقرار انهاء الارتباط اللي بينه وبينه قراره هو، وان انا كنت معاه لحد لما اتنقل للنادي الاهلي، وان التفاوض مع عماد توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي تم بكل احترافيه. وبعد تصريحات وكيل احمد القندوسي السابق جعفر النسياني، خرج نصر يحيى وكيله الحالي واعترض على الكلام اللي قاله جعفر النسياني، واكد انه اتفرض وكلاء معينين وهم يحيى علي واحمد يحيى. ورد جعفر النسياني ونفى كل اللي قاله يحيى نصر. وفي وسط كل الجدل ده خرج اللاعب زين الدين بالعيد وكتب على حسابه على الانستجرام واكد ان النادي الاهلي ما فرضش عليه اي وكيل، وان فشل انتقاله للنادي الاهلي كرغبه منه علشان يحترف في اوروبا. وبعد كلام زين الدين بالعيد طلع قرار من النادي الاهلي بعرضه للبيع بعد نهايه التحقيقات مع كل الاطراف. وخرج بعدها يحيى نصر وكيل اللاعب على قناة اون تايم سبورت وقال إن أحمد القندوسي مستمر لنهاية إعارته مع سيراميكا كليوباترا. أما عن إمكانية انتقاله لنادي الزمالك، قال الكلام ده سابق لأوانه ومش بنفكر في الخطوة دي دلوقتي، وتركيز اللاعب دلوقتي مع ناديه وهو ده الأهم في الوقت الحالي. وكمل وقال إن طبيعي إن أي لاعب في مصر بيتمنى اللعب لنادي جماهيري لأن الجمهور بيفرق كتير مع أي لاعب، وإن خطوة انتقاله لنادي الزمالك أو أي نادي تاني هتكون الأولوية لنادي سيراميكا كليوباترا، وإن انتقاله لنادي سيراميكا كليوباترا بصفة نهائية مسألة وقت. أما عن أحمد القندوسي لما ظهر بمستوى مميز الفترة اللي فاتت، انتشرت أخبار في كل المواقع وكل الصحف عن إمكانية عودة أحمد القندوسي للنادي الأهلي، وتم عرض الأمر على مستر كولر في عودة اللاعب، لكن مستر كولر رفض عودته تماما. أما عن المسؤولين في النادي الأهلي في حالة انقسام ما بين عودة اللاعب للاستفادة منه بعد المستوى المميز اللي ظهر بيه، وما بين رفض عودة اللاعب نهائي بسبب تصريحاته اللي كانت قبل كده، وهو ده الرأي الأرجح لحد دلوقتي، وهو رفض عودته تماما. لكن الأيام اللي جاية هتحصل حاجة تغير في الأمور
بالنسبة لعودة أحمد القندوسي، ده اللي نعرفه في نهاية الموسم، سواء رجع للنادي الأهلي مرة تانية أو كمل في نادي سيراميكا كليوباترا، أو إن يتعمل كوبري ويتنقل لنادي الزمالك.